الوصفة ديال اليوم مختلفة على كل الوصفات اللي شاركت معكم من قبل، وغادي تكون عبارة عن كيك بلا سكر بلا دقيق، كيجي مختلف وشي حاجة اللي لذيذة. في الخلاط الكهربائي غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الشوفان، كاس ديال التمر استعملوا اي نوع عندكم، و2 كيسان ديال الحليب دافي. غادي نغطيو عليهم نخليهم واحد دقيقة ما نفوتوهاش، يعني متخليهمش يرطبوا بزاف حتى كيتنفخ لينا هذاك الشوفان وكيرطب هذاك التمر. وهنا غادي نزيدو عليهم قبل ما نطحنوهم، غادي نزيدو عليهم 2 حبات ديال البنان، 2 بيضات، وغادي نزيدو 2 خمارات وزن 16 غرام، يعني المجموع 16 غرام. هنا درت واحد الغلط، هو انني زدت الخميره في هذا الوقت هذا، نتوما خليوها هي الاخرى. وزدت نص كاس ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، وكنطحنوا جميع المكونات ديالنا كيكونوا على هذا الشكل. انا حاولت ما نطحنهمش مزيان، كنخليهم شويه. كنفرغوا الخليط ديالنا في مول اللي كيكون مدهون بالزبده، وبالنسبه للمول ضروري يكون كبير شويه، لان هذا الكيك مختلف على الكيك العادي، فخاصو يجينا شويه رقيق او لا هابط، ما خصوش يكون طالع بزاف باش ما يجيكمش معجن. وبالنسبه للفوق تقدروا ديروا المكسرات او لا اللي بغيتو، ومن الاحسن ديروا المكسرات باش يجيكم صحي اكثر. صافي كتدخلوه يطيب، بعد ما طاب كيكون على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم الحلاوه ديال هذا الكيك هذا خاصو يجينا رقيق، ما يجيش طالع بزاف. بالنسبه للتزيين زينو باش ما بغيتو، اولا تقدروا تخليوه غير هكاك، راه كيجي لذيذ بلا تزيين بلا والو. انا زينته غير على